اتعلمي فن الطبخ يا عروسة. النهارده يا جماعة مش طبخ ولا حاجة، يعني أنا مكبرة الدور شوية، بس هو بتنجان مسلوق، بس ليه فن وليه طريقته وليه حركاته. بتنجان يا جماعة المسلوق بصراحة صحي جدا عن المقلي بكتير. همسك البتنجان اشيل القمع منها كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، واحطه بقى في ميه مغليه واخليه يتسلق لحد ما يستوي خالص. طبعا حطيت طبق على الوش كده علشان يسقطوا كده تحت خالص في الميه. طبعا انتوا عارفين البتنجان يا جماعه بيعوم على الوش وكده مش كان هيتسلق كويس، فحطيت طبق خليته ينزل في الميه وخليته يتسلق كويس. وبعد ما اتسلق جهزت الدقه بتاعته، والدقه ديت توم مهروس مع قرن شطيطه، وكمان حبيتين طماطم وليمون وخل وفلفل اسود وكمون وملح. حاولت كده اقلب كويس جدا واتك كده على الطماطم واضغط عليها سنه علشان طبعا تنزل ميتها وتطرى شويه. وبعد كده يا جماعه مسكت البتنجان، مسكت واحده واحده فتحتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا يا جماعه ديت يعني الطريقه ديت الصراحه موفره للزيت كتير، وانتوا عارفين ازاي الزيت وصلت 110 و120، وكمان صحيه يا جماعه وانتوا عارفين بصراحه طريقه جميله جدا. بعد ما فتحته كله بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، همسك واحده واحده كده واشبعها بالدقه بتاعتها. قولوا بقى رأيكم في الطريقة القمر دي، ولو عجبكم الفيديو مش تنسوا بقى تعملوا لايك، وكمان تشتركوا في قناتي لأول مرة يشوفها وفعل زر الجرس عشان يوصلكم إشعارات بالحاجات اللي بنزلها. ايه رأيكم بقى؟ باي باي.